السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين القوق والجلبانه على طريقتي، كيجي بنين ورائع، ما تشبعوش منه. الا كنتو اول مره كتشاهدوني ما تنسوش لايك الفيديو وتضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بالمزيد من الوصفات، ونبداو على بركه الله. هنا عندي اللحم، استعملت مليح ديال البيبي، الكميه كتبقى على حسب الرغبه. بصله مقطعه، كميه من القوق، كميه من الجلبانه، قزبر ومعدنوس، جوج دروس او ثلاثه ديال الثومه محكوكين. كناخذوا الطاجين ديالنا كنوضعوا فيه اللحم وكنضيفوا عليه البصله وكنزيدوا ليهم قزبر ومعدنوس وكنضيف ليهم الثومه وكنضيف التوابل اللي بزار، سكينجبير، الكركم او الخرقوم، الملحه، والخليط ما بين الزيت النباتي وزيت الزيتون. وكنضيف ايضا نص كاس ديال الماء باش كيتقلى ليا فيه اللحم مع التوابل صافي. وكنغطي على الطاجين وكنوضعو فوق النار حتى كيبدا كيتقلى اللحم، وكنفتح عليه وكنبقى هكا كنحرك هاد المكونات جيدا حتى كيتلبس يعني اللحم جميع التوابل، وكندمج جميع العناصر جيدا صافي. وغادي نعاود نغطي عليه ونخليه يزيد يتقلى مزيان مع التوابل صافي. ملي كيبان لي يعني اللحم بدا كيتقلى كنعاود نفتح عليه وكنبقى هكا كنحرك جيدا، كنبقى هكا كنقلب فيه باش كيتقلى ليا مزيان صافي. من بعد كنبدا هكا كنستف في القوق، هكا كنديرو هكا في الجناب. بالنسبه للكميه راه كتبقى على حسب الرغبه، انا هنا درت يعني غير كميه قليله صافي. من بعد ما كندير القوق كندير يعني جلبانه. انا هنا راه كنصور لكم بايد وايد كنخدم بها، داكشي علاش كيبان لكم يعني التليفون راه كيتحرك، غير سمحوا لي صافي. من بعد ما كندير جلبانه كناخذ هكا لي طرونج ديال الحامض المصير وكنستفهم هكا من الفوق، كيجي زوين وكيعطي واحد المنظر زوين صافي. وكنسد على الطاجين، وقبل ما كنسد على الطاجين كنزيدو شويه ديال الماء، راه غير ما باش يكون في لا فيديو تحذف ليا المقطع باش كيطيب لينا فيه اللحم وما كيتحرقش لينا صافي. من بعد ما كيطيب شوفوا معايا كيف كيجي رائع، وكيجي يعني خاتر وبنين بزاف، ما تشوفوش منه غير جربوا هاد الطريقه. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وما تنسونيش من لايكاتكم والتشجيعات ديالكم. واللي مازال مشترك في القناه يشترك فيها، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.